ما تيجي يا جماعة بقى مع بعض نتعلم ازاي نصطاد بالحشيشة. الحشيش حشيش الأرض، مش أي حشيش تاني عشان ما حدش يفهمنا غلط والنبي. هنجيب شوية حشيش مظبوطين كده زي ما موجود عندكم في الفيديو، ونربطه في بوصة تكون طويلة شوية. البوصة طبعا هنحاول نحطها قريب من السنارة كده عشان تجمع السمك، وتحديدا السمك كبير الحجم. طبعا انتوا عايزين كبير، هتعملوا ايه بالشر الصغير؟ هنحطها كده ونستنى شوية. طبعا لازم نستنى شوية، السمك مش هيتلم مرة واحدة يعني. وهنبدأ ان احنا نصطاد جنبها. السمك الكبير طبعا كله هيتلم على الحشيشه، والحشيشه دي طبعا الناس الخبره في الصيد عارفه الكلام اللي انا بقوله دوت. ما بنجيبش جديد يعني، بس احنا بنتكلم للناس اللي ما تعرفش. هنبدا نصطاد جنبها. الحشيشه دي موجوده في اي حته يا جماعه، اي ارض زراعيه تلاقي فيها حشيشه، بدل ما تروح ترخم على واحد جارك ولا صاحبك تقول له عايز شويه تعابين من الارض، عايز حاجه دي ببلاش. وبتحط اهوت في السن برضو، تحط فيه حشيشه صغيره كده. تمام. ويا سلام لو حشيشه سوبر كمان تبقى حاجه عالميه. وتنزل الخيط بتاعك ورزقك ورزقنا على الله، وتصبر شويه، والصيد عايز صبر وعايز حنيه. معلش اصبر بس معايا كمان شويه. طبعا يعني فيو جميل يا جماعه، بغض النظر عن الصيد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ يعني منظر اصلا ما ينفعش الواحد يروح ويسيبه حقيقي يعني. عشان كده بيتريقوا على الصيادين دايما بيضيعين وقتهم في الصيد. شوف الجمال بقى، شايف السمكه وهي طالعه. السمكه دي يا جماعه ما خدتش يعني اقل من 3 دقائق من نزول الخيط اهو. اللهم صل على النبي، صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجه حلوه. بسم الله ما شاء الله. شايف فاتحه بقها اهوت بتقول لك تعالى كلني. شايف اهو. اهو دي المره التانيه اهوت. بنحاول برضو ان احنا نطلع تاني، وبفضل الله هتطلع معانا من المحاوله التانيه. يعني 2 من 2. يعني مفيش مهاجم في الدنيا بيعمل كده. انا والله اللي عاجبني اكتر يا جماعه الفيو، حقيقي فيو تحفه، تحس ان انت في سويسرا المنوفيه. وطبعا اللي يعرف المكان ده يبقى عالمي ويقول لنا في التعليقات المكان ده. ناس الصيادين الخبره ممكن يعرفوه. مكان الفيو فيه تحفه، والسمك فيه كتير. وبص فاتحه بقها والله بتقول لك تعالى كلني. حاجه بسم الله ما شاء الله، صلى على النبي. حابب ان انا اسيبكم مع المنظر ده شويه عشان انا رغاي كتير وانا زهقتكم معايا. ما تنساش تضرب اللايك المتين وتصلي على النبي.